بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو إخواني سوف نتحدث عن الصيغة التي يبحث عنها كل المواطنين، وهي صيغة البيا أو صيغة السكن الترقوي المدعم، وكيف يمكن أن يستفيد منه المواطن الجزائري. في هذا الفيديو سوف نستعرض هذه الصيغة وأهم مميزاتها، وكيف يمكن التسجيل فيها، ومن هم لهم الحق في الاستفادة من هذه الصيغة التي أصبح الجزائريون يبحثون عنها بشكل كبير وكبير جدا. أولا، صيغة البيا، وهي بمفهوم من العربي السكن الترقوي المدعم. هذا ما يعني أن الدولة الجزائرية ستساهم في دعم هذا السكن بمبلغ مالي. هذا المبلغ تقريبا مقدر ما بين 40 إلى 70 مليون، وهذا حسب الشقة التي سيتم اقتناؤها ودخل الفرد. هذا فيما يخص صيغة الألبية المعنى ديالها. الآن نذهب إلى شروط الاستفادة من هذه الصيغة، وكيف يكون التسجيل في هذه الصيغة، وكيف يكون تسديد الأقساط لهذا السكن. أولا نبدأ بالشروط. أولا يجب أن يكون المواطن يملك الجنسية الجزائرية، يقيم في الخارج، له الحق كذلك في هذه الصيغة. يكون هذا المواطن يملك أجر دخلي ثابت، أو يعني دوري، يعني كل شهر. المهم يكون عنده أجر ثابت. المهم تم تحديد الأجر من أكثر من 2,400 وأقل من 12 مليون. هذه الفئة لها الحق في أن تستفيد من صيغة السكن الترقوي المدعم البيا. هذه الفئة كذلك حتى لو يمكن حتى للزوجين أنهم يديروا نفس الصيغة. مثلا الزوجة تتقاضى 24 ألف دينار والزوج يتقاضى 24 ألف دينار، يمكن أن لهم الحق أن يستفيدوا من هذه الصيغة من خلال جمع الأجرتين ليكون لهم الحق في الاستفادة. كذلك يجب على الزوجين أن لا يكون قد استفاد من أي سكن ريفي أو إعانة من طرف الدولة تخص السكن. الإعانة يعني الخاصة بالسكن وليس إعانة في أمر آخر. أن لا يكون قد استفاد من سكن عدل أو سكن اجتماعي. هؤلاء يمكنهم الاستفادة من هذه الصيغة وتطبق عليهم الشروط. هذه هي أهم الشروط الخاصة بالاستفادة. بعد أن تعرف أنك مؤهل للاستفادة من هذه الصيغة، الآن نذهب إلى كيفية التسجيل. التسجيل تقريبا حاليا أصبح عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية. وزارة الداخلية وضعت موقع إلكتروني. الموقع ستجدونه أمامكم في الرابط، يمكنك الولوج إليه. اكتب هذا الموقع أو ستجده تحت أسفل الفيديو. يمكنك الولوج إلى هذا الموقع وتواصل العملية، وسنقوم بتقديم فيديو في الأيام القليلة القادمة لكيفية التسجيل في هذا الموقع. وضع ملف في صيغة الألبية أو السكن الترقوي المدعم. كما قلت، وزارة الداخلية وضعت هذه الخانة الجديدة الخاصة بالتسجيل في السكن الترقوي المدعم ألبية، ويكون عن طريق جمع ملف. يمكنك استخراج بعض الوثائق التي موجودة في ملف هذه الصيغة، تقوم بنسخها، كما نقولوا ديرلها تسكانيها، تحول الملف إلى PDF، وتقوم برفع هذا الملف في هذا الموقع. وبعدها يتم رد إليك برسالة: هل تم قبول ملفك أم تم رفضه؟ هنا ستكون الإجابة. على الأغلب الذي استوفى الشروط التي ذكرتها في بداية الفيديو سيكون له الحق في الاستفادة. وبعدها ستبقى هنالك عامل الترتيب، هو الذي سيحسم الأمر في هذه الصيغة، لأن كل ولاية حسب ما يتم منحها من عدد السكنات وحسب طالبي السكن. مثلا نعطو مثال نقول ولاية تيبازا مثلا استفادت من 1000 سكن من صيغة الألبية، وعدد الذين سجلوا في الموقع هم تقريبا نقول 10,000. يعني هنا يبدأ الترتيب والأولوية. الأولويات تم تحديد أولا الأولوية في الأولوية للمتزوجين، يكون لهم الأولوية على العزاب. تم هذا الأمر بصفة رسمية.
وبعدها يكون الوقت الذي تم وضع الملف فيه كذلك، حتى عدد الأطفال. كل هذه الأمور تلعب دور في ترتيب الملف. كذلك هنالك أشخاص قاموا بالتسجيل مثلا في سنة 2018 17 16 أو قبلها. هؤلاء لحد الآن لا يعرفون المصير الخاص بهم. هل أعيد التسجيل في الموقع الخاص بالوزارة أم أنتظر أي جديد؟ هنا أنا أنصح إخواني أن يقوموا بالاتصال بالمكان الذي أودعوا فيه ملفاتهم لمعرفة كل المستجدات. هل سيقوم بالتسجيل في الموقع أم أن الملف تاعو مازال قيد الدراسة وأي مستجد سيتم استدعائه؟ هذا فيما يخص الناس اللي سجلت قبل أن يكون التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني. الآن نذهب إلى مثلا كيف ستكون عملية التسديد. هنا العملية تقريبا لا تشبه صيغة عدل. تقريبا سكنة ألبية قبل أن تدخل سكنك تكون أنهيت تسديد كل المبلغ المستحق لهذا السكن. نعطي مثال بسكن شقة من 3 غرف. هذا السكن نقول في الهضاب العليا تقريبا الثمن تاعو 350 مليون. هنا دعم الدولة سيكون 70 مليون، بمعنى الدولة رايح تعاونك ب70 مليون. يعني الشقة ثمنها 350 مليون، رايح نحو منها 70 مليون، تبقى تقريبا 280 مليون. هذه 280 مليون هي اللي راح يقوم المواطن بدفع الأقساط الخاصة بها. الآن راح نشوف الأقساط كيف راح تكون. الأقساط أولا إخواني، هذه نعطوا في مثال تاع شقة بأفتروة 280 مليون. راح يكون الشطر الأول هو 20% من المبلغ. بعدها بعد أن تتقدم الأشغال راح يعاود يستدعوك لدفع 15%. بعد تقدم الأشغال بصفة كبيرة إلى 60 أو 65% راح يستدعوك لدفع 35%. بعد أن تصل إلى 95% راح يستدعوك لأن تقوم بدفع 25%. وفي الأخير عند الانتهاء المشروع راح يستدعوك للتكملة 5%، وهنا تكون قد قمت بدفع مبلغ 280 مليون. هذا فيما يخص عملية دفع الأقساط. إذن هذه هي تقريبا الحوصلة فيما يخص سكن الترقوي الألبية، شروطه، كيفية الدفع، ومن هم لهم الحق في ذلك، وكيفية التسجيل. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن صيغة الألبية الذي يتحدث عنها الجميع. أردت أن أوضح بعض النقاط. سنقوم في فيديو قادم إن شاء الله بالحديث عن صيغ أخرى وجديدة، وعن كيفية التسجيل في صيغة الألبية. في الأخير إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فما تنساش الاشتراك في القناة حتى يصلك جديد كل فيديوهاتنا التي ستكون مخصصة للسكن في الجزائر. إلى اللقاء.